الو، اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ازيك اتفضلي. يا أستاذة مروة؟ بخير، اهلا بيكي. أهلا بيكي، ربنا يخليكي. اتفضلي حبيبتي. أنا أنا مش عارفة أبدأ مع حضرتك منين. اتفضلي، انت على الهوا. مفيش مشكلة، تمام. اتفضلي. آه أنا كنت متجوزة من 11 سنة. اه. طلع مدمن. امم. آه جبت منه 3 أطفال. طلع مدمن وجبتي منه 3 اطفال، اكتشفتي؟ طلع اه، مدمن يعني اكيد اكتشفتي ده من بدري. من بدري، بس أنا من اه. أول جوازي حملت على طول، يعني امم. أول شهرين حملت على طول. امم. وكان والدي الله يرحمه رافض قصة الطلاق خالص تماما. امم. وكانوا والدته وكان والدي عايشين، هما اللي كانوا بيسدوا معايا الدنيا. تمام. الدنيا كلها طبعا بعد ما والدته توفت ووالدي توفى ظهرت كلها على حقيقتها. ابتدى يبيع في عفش البيت، ابتدى كل حاجة تبقى موجودة لدرجة ان انا اشتغلت وياخد فلوسي كلها يصرفها على الادمان. امم. اهله حاولوا يدخلوه اخواته كذا مرة مصحات للعلاج. برضو يطلع يروح ويدخل ويرجع تاني، مفيش فايدة. امم. 11 سنة استحملت بما فيهم ان انا كنت ورثي ضيعته عليه. امم. كل حاجة ضاعت لحد ما لقيت كان هيموت لي ولادي. امم. ما استحملتش، خدت عيالي وطفشت. طيب، حلو. قعدت في الشارع، مش لاقي حتة اروحها. والدي ووالدتي متوفيين، اخواتي كل واحد في دنيا، محدش امم. بيشيل حد. امم. قعدت بعيالي اسبوعين في الشارع، بننام فعلا في الشارع. امم. لحد ما ربنا رزقني بحد. ساعتها قلت ده عوض ربنا، ان هو جاب لي شقة وقعدني فيها بعيالي. امم. المشكلة ان الشخص ده انا معاه بقالي 3 سنين. امم. معاه ازاي مش بقى؟ عايز. معاه عايشة في شقة وهو بيصرف عليا وعلى عيالي. امم. هو صاحب شركة مقاولات. امم. وداني بيته. مراته عندها يعني مشكلة في القلب، وداني بيته ان انا اشتغل عندها. امم. وعايش معايا. بيجيلي كل يوم. يقعد. علاقة في كل حاجة. وشايل عيالي على اساس ان انا بشتغل عندهم. بس انا يعني ايه؟ انا يعني رفعت يعني قضية خلع. يعني انت لسه اولا ما طلقتيش رسمي؟ لا، انا رفعت قضية خلع. كسبتيها؟ المفروض ان انا يعني خدت الورقة اللي بتثبت ان انا خلاص كده مش على ذمة جوزي. يعني انت خلاص عملتي الخلع خدتي الورق؟ عملت الخلع، انت بقى عايشه بقالك 3 سنين مع راجل بيمارس معاكي كل حاجه وانت مش متجوزاه، ومفيش بينكم اه. اي حاجه؟ مفيش اي حاجة. مم. انا مش عارفة اسيبه. هترمي بعيالي تاني في الشارع. مم. وهو انت فاكره ومش ان هو عارفة. هيفضل مكمل معاكي مش هيرميكي؟ هو بس لسه ما زهقش منك. لو انت فاهمه ان انت عايشه هتفضلي عايشه في الحرام، وهيبقى الحياه انا بخاف اصلي يعني يا انت استاذة مروة. اولا انت كنت على ذمه راجل ايا كان، هو مش راجل، هو نطع، هو كمان ومدمن وحاجه تقرف. بس ما بس شرعا انت كان في راجل في حياتك، وبقالك 3 سنين مع حد تاني. بالظبط. انا مش عارفة اعمل ايه. طب انا معاش 500 جنيه انت هيعش بتقولي انا بخاف اصلي. ايوه. هقف قدام ربنا ازاي وانا عارفة ان انا بعمل حاجة كبيرة قوي كده؟ ازاي هقف اقول يا رب وانا عارفة ان ربنا مش راضي عني؟ والبني ادم ده ما بتقولولوش حرام عليك؟ انا مش هينفع، انت عشان لقيتني في الشارع. ابسط كلمة بتتقالي: شوفي انت كنت فين وبقيتي فين. انا خدتك من الشارع. مش قادرة اتكلم. وهو قابل على نفسه الحرام؟ يعني حتى مش عايزه اتزوجك، حتى لو من ورا لا، من ورا مراته ومن ورا ناسه؟ بيقول لي انا مش هقدر اتجوز، انا مراتي تعبانة، لو عرفت ان انا اتجوزت تروح فيها وانا معايا عيال ما ينفعش ارميهم. يعني هو ما يقدرش يتزوج ويعمل حلال ربنا، لكن يقدر يعاشرك في الحرام؟ ومش خايف تبقي حامل منه؟ قال لي يوم ما هعرف ان انت حامل هتبقي في الشارع مالكيش عندي حد. يعني هو معادك تحت التهديد؟ بالظبط. مم.
انا عارفه ان ربنا مش راضي عني، بس انا مش عارفه، مش لاقيه حل. اترمي بعيالي عيالك تاني في قد ايه سنهم؟ الشارع؟ معايا بنت عندها 11 سنه، وولد عنده 9 سنين، وولد عنده 4 سنين. امم العيال ما بيسالوش ايه ماما مين ده يا ماما؟ عارفين ان ده عم انا بشتغل عندهم. وهو لما بيجي لك البيت ويحصل كده العيال بتبقى فين؟ ما بتبقاش موجوده. ليه انت هو بياخدك بيت بيلعبوا تاني؟ في الشارع، لا اه، بيلعبوا في الشارع، بيجيبوا حاجه. بتنزليهم يعني؟ اه. لا حول ولا قوة الا بالله. انت استسهلتي؟ تنكري انك استسهلتي الطريق؟ لا، ما انكرش. طيب بصي يا بس بنت انا الناس. كان قدامي، ما كانش قدامي، انا مرميه اسبوعين في الشارع يا مع مدام مروه ان شاء الله ان ببنت. شاء الله تترمي 100 سنة، انت مش خايفة على البنت دي؟ يعني انت خايفة، بس مش خايفة على البنت دي من الشخص ده نفسه اللي ما بيخافش ربنا؟ لا تفور شوية وتكبر كده وتحلى في عينه؟ معلش يعني. انت كده، ده انت كده وضعك كانت مع المدمن احسن بقى. ايه اللي بيحصل ده؟ هو انت فاكره ان الحرام اللي انت بتعيشي فيه وبتاكليه وبتاكليه لعيالك، ما انت بتاكلي حرام وبتعيشي في حرام، هتجني من وراه ايه؟ هتجني من ورا الحرام ايه؟ ما تزعليش مني. هتجني من وراه ايه؟ انت استسهلتي، نمتي في الشارع، ما قلتش حاجه والموضوع صعب. ويمكن انت هتقولوا اصل انتوا ما حسيتوش باللي انا فيه. لا احنا حاسين، بس كنت رفضي. يمكن لو كنت رفضتي كان هو ساعتها اللي بقى عايز يتجوزك، وكنت غليتي نفسك. كنت رفضي، كنت اشتغلي على عيالك. لو هتشحتي عليهم في الشوارع، لو هتقولي لله يا محسنين، ربنا ما كانش هينساكي. ربنا حطك في الاختبار وانت سقطتي. يمكن دي كانت هتبقى النقلة الحقيقية ليكي لو نجحتي في الامتحان. لو قلتي لا للحرام، لو قلتي انا هعيش واطفح الدم. ما ياما ستات بتربي يتامى، ما ياما ستات بتربي عيال جوازاتها خلفوا ورموا ومشوا وغاروا في 60 داهية، وبتشتغل في البيوت وبتربي ال3 عيال، وربنا بيسخر لها ولاد الحلال. استسهالك للامر هو اللي صعبه، وهو اللي خلاكي دلوقتي بالنسبه للراجل اللي معاكي ده هو رخيص وشايفك رخيصه، وشويه لو زنيتي عليه هيزهق منك وهيرميكي برضه في الشارع. اوعي تفتكري انه هينقذك. هعمل اللي عليا للاخر عشان ربنا، وربنا يجعلنا سبب. هي سامعاني؟ هعمل اللي عليا للاخر. انت فصلتي، هحاول ناخد كل بياناتك، وهنشوف ممكن مين يساعدك بشغلانه محترمه وبرزق حلال، وان شاء الله اوضه بحمام تعيشي فيها انت وال3 عيال، بس تعيشي في الحلال ومن الحلال. هو ده اللي انا هقدر اعمله. هنحاول على قد ما نقدر، واهل الخير اللي سامعيننا اللي يقدر يساعدها طبعا هنتاكد من صحه كلامها، واللي يقدر يساعدنا ارجوكم ما تتاخروش. لكن لازم ترفضي الوضع اللي انت فيه، ولازم تاخدي بعضك وتمشي، وهنحاول، لان ما ينفعش تعيشي العيشه دي. الحرام عمره ما هينفعك ولا هينفع عيالك. مين تاني؟